السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر. قبل خوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة ليوم الخميس 16 من جويلي، أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية على ولاية الطارف بالعاصمة الجزائرية بالولايات الشرقية، وخاصة خلال يوم الخميس 16 من هذا الشهر ويوم الجمعة 17 من هذا الشهر. أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية بوهران بالعاصمة الجزائرية، ببجاية، بقسنطينة وتمسا وبسكرة وخنشلة وباتنا وبريكة وسطيف وبرج بوعرريج. وأجواء مستقرة إلى قليلة السحب بباقي الولايات. خلال يوم السبت 11 من جويلي، أجواء حارة مع استمرار ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 46 درجة، وقد تصل أحيانا إلى 48 درجة في بعض الولايات الجنوبية وخاصة بجنوب الصحراء والهضاب العليا الشرقية. بخصوص التوقعات الأيام المقبلة، استمرار موجة الحر، تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 35 درجة بالمدن الساحلية وشمال وشرق الجزائر، وتتراوح ما بين 35 إلى 47 درجة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء وخاصة بتمنراست والإليزي وبسكرة وجلفة وتيارت، وكذلك بالمشرية وأدرار وورقلة وتمنراست والإليزي. وسنوافيكم بآخر المستجدات خلال نشراتنا القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، ونلتقي في نشرات قادمة بإذن الله.